سلام الله عليكم جميع. كيف أنتم؟ كيف أحوالكم؟ أولا أبشرح موقفي الواضح والموضح، أني نزلت واسطة خير وكنت عابر سبيل، وعلمت أن قبائل ريمة مخيمة عند قبائل قيفة، وقلت بامرهم وبأدي واجب، ونزلت وأنا وخبرتي وأصحابي، ونزلنا على سلاف وأعراف، والناس على سلاف وأعراف. بالنسبة للقصيدة الذي قال إن احنا شليناها على البخيتي، وإني حق البخيتي، وذاك يقول حق القبيسي، وذاك أنا واحد من المنافسين. القبيسي منافس، البخيتي منافس، أنا منافس. هذا للقصيدة. ثانيا القصيدة هديناها في قضية قتل، يعني في موقف مشرف، مديناه في بخاسات، ولا نضرب الخساسات والملامات أبدا. احنا بعيد عنها بعد الشمس. احنا باسمي وصفتي البشير بن عبد الرزاق بن أحمد بن سنان بن حزام عبيد، قبيلة عنس بن أسعد الكامل، مغرب عنس، عزلة وثن. أعتز وافتخر لا فوق راسي بقبيلة عنس، قاطبه شيخ ومشيخ وكبارها ومرايغها، وأنا منهم وفيهم، وهم مني وفيني، ولا يمكن. ومشتد بعنس، عنس مشتد بها شده، لأن احنا قال عنس الأبية لا دعاها الداعي للأرض لا تحمل ولا تستاعي. هذا عنس، وأنا معتز ببلادي ونعم بالقبائل كلها، ونعم بالقبائل كلها. بالنسبة لقيفه هنا شيخ ومشيخ، فرد وغلام، هنا قاطبه. أنا خدام القبائل الكفو كلها، ونعم و7 أنعام بالقبائل كلها، وأنا منهم فيهم، وهم مني وفيني. بالنسبة عنس الحدا قيفه، احنا وياهم حده وابزياء وأولاد خال، وبيننا روابط كثيرة، وبيننا أمور كثيرة، وبيننا داعي واحد وحد وبلد. وعاد بفديهم بدم من هنا، اطلبوني يابا عليهم. ما نقرب الخساسات ولا نقرب الملامات. وحسب ما ذكرته إني من عنس، مغرب عنس، قبيلة عنس، ذي لا دعاها الداعي للأرض لا تحمل ولا تستاعي، وهي عنس كعبة القبيلة. أنا ما اخطيت لما قلت كعبة القبيلة، من حقي يفخر في قبيلتي، وعلى كل عنسي أن يفتخر بقبيلته، بحكم إني كعبة القبيلة. جدنا الأسود العنسي، وجدنا اسمها أسعد الكامل، حكمها من الطرف للطرف، واعتز وافتخر. هنا يكون كيف ما كان يكون، ولا مواقفنا هي مشرفة ومعليه، ولا نقرب الملامات أبدا. ثانيا بالنسبة للغرم والجرم الذي بديت على الشيخ علي الضبيبي، شيخ مقدام وشيخ قبيله، وشبيبي شيخ مقدام وشيخ قبيله وشيخ سداد رداد، وأنا جيت عونه خاص بيني وبينه، يعني أخا وصحاب. قلت له أنا غران بالعتاد بالزاد بالزناد بيني وبينه، بغض النظر عن قضيته، أنا ما قصدت، بغض النظر عن خارج إطار القضية حق القتل. أما بالنسبة لأولياء الدم وأصحاب قيفه، بصفتنا واسطة خير، ما حد يشعب فوق ولي دم، ولا حد يهنجم فوق ولي دم، ولا حد يخطي في ولي دم. ولي الدم هنا، ولي الدم سلطان. بغض النظر احنا جينا خاضعين له، باركين له، راجين رحمة الله سبحانه وتعالى، وراجين رحمته في الولد القاتل. وقصدناهم مقصد حسب عادات القبائل واسلافها واعرافها، واحنا اصحاب واخوه. ولا بالنسبه لمعبر النقل الذي حرفه والذي قال والذي، كلهم علماء، اقتربوا لي كلهم علماء. ما عدرينا رسول الله عليه قالوا عليه انه مجنون، وانه ساحر، وانه كان ملحد، وانه كان يسوي، وانه ادي، وفيه عيوب لا هناك لا هناك. وفي الاخير طلع نبي الله صلوات الله على رسوله.